غابة المولى حسن، الطبيعة بتجنن، شجر صنوبر وسرو وسنديان، الهواء والبرودة غير شكل. وهيك بلش مشوارنا بغابة المولى حسن. أول ما تدخلوا من الغابة ببلش الفي والشجر العالي والخضار والطبيعة اللي بتجنن والهواء المنعش. أصوات الطبيعة لحالها ألف حكاية. طريق كتير حلو، طبعا عالي صعب شوي بس بيستاهل. الأجواء عائلية بامتياز. إذا كان معكم أولاد رح تقضوا وقت حلو، خدوا معكم قعداتكم أو في كراسي وفي أماكن مجهزة وفي مي وفي كل شيء. الغابة مناسبة للقعدات الطبيعية، للهايكينج وللتخييم. هلا في أماكن تخييم رح فرجيكم كامب إياها سيريا. لقدام. ما تنسوا تتصوروا وتوثقوا أحلى الأوقات. جمال الطبيعة خلاب فعلا. تمشاية عالمية على فكرة، هو في طريق صافين تحت مشان الباصات بس قلبت تمشاية. طلعنا بالباصات باتجاه النزول. في موقع مجهز كامل للتخييم، خيام وأكواخ فيكم تستأجروهم وفيكم تجيبوا خيامكم الخاصة تقعدوا مثل ما شايفين، مجهز بخزانات مي وبغرف وبأكواخ وحتى مصور وأمان. يعني المكان الأسعار والله ما بعرف، ما سألت إذا حابين تعرف أسألكم خبروني بالتعليقات. وهيك كان مشوارنا على غابة المولى حسن. كيف شفتوا الأجواء ليك واسمعوا صوت الطبيعة. تابعوني لا تنسوا اكسبلور على كل الجبهات، تابعوني على كل المواقع، فيس، انستا، يوتيوب وتيك توك. شوف